بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، وتحياتي لكل المتابعين. النهارده عندنا ليله من ليالي المتعه والسحر والجمال في عالم كره القدم. نهائي دوري ابطال اوروبا، مواجهه ناريه ما بين باريس سان جيرمان بقياده لويس انريكي في مواجهه انتر ميلان بقياده الفهد الايطالي سيميوني انزاجي. مواجهه شرسه جدا ومواجهه قويه، كل الجماهير على مستوى العالم بتنتظرها. مباراه هتكون في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال. كل الجماهير بتتساءل يا ترى مين اللي هينتصر في المباراه دي، وايه هي توقعاتك يا عم عمر؟ ده هنتابعه النهارده ان شاء الله من خلال حلقتنا. يلا كله بسرعه يعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك، والكل يفعل اشتراك على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد اول باول من ملعب السير. النهارده في حلقتنا عندنا معلومات واحصائيات استثنائيه وحصريه. عندنا التوقعات الاستثنائيه. تعالوا مع بعض في البدايه نتابع احصائيات مهمه جدا جدا عن الفريقين هتوضح لنا مسار المباراه ان شاء الله. باريس سان جيرمان في اخر 10 مباريات استقبل 13 هدف، على العكس من انتر ميلان في اخر 10 مباريات استقبل 15 هدف. نركز قوي في المعلومات اللي بنوضحها مع حضراتكم. في الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان استقبل 35 هدف واحرز 92 هدف، عنده خط هجوم قوي وشرس جدا. انتر ميلان احرز 79 هدف في الدوري الايطالي واستقبل 35 هدف. المعلومه اللي هنوضحها لحضراتكم دي مهمه جدا جدا. باريس سان جيرمان في بطوله الدوري الفرنسي على مدار الموسم عمل 22294 تمريره صحيحه، على العكس من فريق انتر ميلان في الدوري الايطالي على مدار الموسم عمل 17918 تمريره صحيحه. تعالوا بقى نشوف واقع التمريرات الصحيحه بيكون فعاليته ايه على المرمى. باريس سان جيرمان عمل 275 تسديده بشكل مباشر، بيوصل بمحاولات كتيره جدا على المرمى. اما بالنسبه لفريق انتر ميلان 194 تسديده مباشره على المرمى بمعدلات اجاده وصلت ل 41%. الاحصائيات والمعلومات دي مهمه جدا جدا. يمكن لو تابعنا مع بعض هنلاقي ان مستوى الفريقين متقارب بالنسبه للجوده الدفاعيه، اما بالنسبه للهجوم فواضح ان معدلات الاجاده بالنسبه لانتر ميلان هي الاعلى. فهل ده معناه ان فريق انتر ميلان باسلوب سيموني انزاجي الخططي هيقدر ان هو يفوز بالنهائي؟ في البدايه الشعار اللي دايما بنقوله في النهائيات: النهائيات تغلب ولا تلعب. يعني مش شرط الفريق اللي هيأدي اداء افضل هو اللي هينتصر. ممكن تلاقي فريق انتر ميلان بيلعب باداء دفاعي طول المباراه وممكن من نص فرصه يقدر يحقق الانتصار، وكذلك بالنسبه لفريق باريس سان جيرمان ممكن من خلال محاولات الوصول الكتيره ممكن يقدر يحسم البطوله. النقطه اللي في منتهى الخطوره يا عمور اللي تخلينا نقول مين الفريق اللي ممكن يكون اقرب للانتصار. انا من وجهه نظر الحقيقه انا شايف ان فريق باريس سان جيرمان هو الفريق الاخطر في المباراه دي. طبعا فريق انتر ميلان بقياده سيموني انزاجي عاملين موسم قوي جدا، عندهم اسلوب دفاعي متميز وصلب، متميزين جدا في عمليات البناء من الخلف للامام واللعب على المرتدات. دي بالنسبه لنقطه قوه فريق انتر ميلان. اما بالنسبه لفريق باريس سان جيرمان نقطه قوته في الثلث الامامي منطقه وسط الملعب، وايضا في خط الهجوم عنده لاعيبه متميزه جدا وعنده سرعات ومهارات فرديه عاليه، ويمكن دي دايما اللي بتحسم المباريات الكبيره. لما بنتكلم عن لاعب متميز جدا جدا زي عثمان ديمبلي، واعتقد هيكون له دور كبير جدا في المباراه دي، ومعانا خيفيتش كفاراتسخيليا الحقيقه لاعب متميز ولاعب مهاري وعنده القدره ان هو يعمل على افتكاك الدفاعات الصلبه، ومعاهم ديزيري دوي وبرادلي باركولا، اسلحه ناريه واسلحه شرسه وقويه جدا. علشان كده بنقول المباراه مش هتكون سهله على سيموني انزاجي، خاصه ايضا ان عنده اطراف متميزه، اشرف حكيمي واللاعب نونو مينديش الظهير الايسر، لويس انريكي عنده ادوات قويه جدا جدا. شفنا فريق برشلونه كان بيعمل ضغط عالي على فريق انتر ميلان وكان بيواجه صعوبه الى حد ما، على الرغم ان فريق برشلونه ما كانش عنده الاظهره المتميزه. انما هنا لا، انت عندك اجنحه متميزه وايضا عندك ظهيرين متميزين جدا، معاهم الثلاثي في نص الملعب فابيان رويز وفيتينها وجواو نيفيز. انا شايف ان فريق باريس سان جيرمان قادر ان هو يعمل مباراه كبيره جدا جدا ويكون منافس قوي، على العكس كل التوقعات اللي بتقول انتر ميلان خلاص حسم المباراه. لا، انتر ميلان ما حسمش المباراه. بالنسبه لتوقعاتنا وتحليلنا انا شايف ان المباراه 50-50، ولكن لو هرشح مين اللي يكون اقرب للانتصار انا بقول باريس سان جيرمان، ولكن ده طبعا ما يستبعدش ايضا فوز فريق انتر ميلان. بالتالي المعركه هتكون قويه جدا جدا وشرسه. النقطه الفارقه في تحديد مسار المباراه هو الحاله الدفاعيه لفريق انتر ميلان امام هجوم باريس سان جيرمان الشرس والقوي جدا جدا. ولكن انتر ميلان عنده مدير فني متميز جدا جدا الفهد الايطالي سيموني انزاجي، وايضا الباريس سان جيرمان عنده مدير فني متميز جدا جدا لويس انريكي. يا ترى مين اللي هيعملها؟ ده اللي هنتابعه ان شاء الله من خلال المباراه، وان شاء الله تكون مباراه ممتعه جدا وتكون فيها اهداف جميل. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن انتظرونا الفتره اللي جايه هنكون عندنا احداث كبيره جدا في عالم كره القدم هتتابعوها معانا اول باول، وزي ما عودناكم دايما معانا في ملعب السير التوقعات والاحصائيات والمعلومات الاستثنائيه، زي ما عودناكم دايما التميز والرياده معانا في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.